واش هذا النوع من التفكير؟ أنا نقول لكم حاجة يا شعوب يا عربية، دولكم للأسف الشديد حكوماتكم وهذه الأنظمة لأجل كراسيها راح تبيع كلش. يعني بعدما سكتنا على القضية الفلسطينية، ما هيش قضية فلسطينية، هذه قضية عربية، قضية عربية، قضية عربية. إذا كنتم تريدون سلام مع إسرائيل كنتم من النهار الأول تضمون القسم الفلسطيني إليكم وما تحاربوش إسرائيل من النهار الأول. لا، الصراع لازم يبقى. لماذا؟ لأنها الأوامر الدولية، الصراع لازم يبقى. إسرائيل ليست دولة، بل لا يعترف بإسرائيل كدولة هو الغرب وليس أنتم. هو الذي يريدها ألا تتحول إلى دولة، أنها تبقى دوما في صراع، في حالة صراع، وأنتم تطبقون هذا الأمر. لا تدخلون معها في حرب حقيقية، لا تسمحون للناس أنهم يجاهدوا في سبيل الله وأنهم يروحوا يحاولوا كيف يحاربوا الكيان هذا وكيف يحاربوا الإسرائيليين هذا، وفي نفس الوقت ما تديروش معها سلام. كان يا سلام يا حرب، ما كاش ما بين، ما كاش في انتظار دخول اللاعب الإيراني، ثم دخول اللاعب التركي، ثم دخول اللاعب الباكستاني، ثم دخول اللاعب الروسي. ما كاش كاين يا حرب يا سلام. إسرائيل هذه إما تديروا معها سلام إما تديروا معها حرب، إما تخلونا إحنا نديروا معها حرب، إما تخلونا إحنا نديروا معها حرب. وإذا كنتوا تتصوروا أن الأمور هذه، يعني الأخطار هذه بالنسبة للخلايجة والمصريين، لأنهم هما اللي يحلوا فامهم بزاف. حلوا فامكم، كنا ندافعوا عليكم كي كانت ما كاش حرب، كنا في حالة سلام. الآن أطفال غزة عدد القتلى راهو أكبر من الأعداد الرسمية، ويكذبوا عليكم. عدد القتلى، عدد الشهداء في غزة أكبر من الأعداد التي يتم الإعلان عليها. روحوا شوفوا الحطام فقط، روحوا شوفوا شحال من حي تم تدميره فقط، ثم يجي يقول لك كاين 4500 ولا كاين 6000 4600 شهيد ولا ضحية. يا راهم بعشرات الآلاف. في هذه اللحظة لا، نحن في الإمارات ونحن في السعودية بعاد على هذا الإشكال. يا وأنا نقول لكم أبشركم يا خلايجة، أبشركم أنه بعد هذه الحرب إذا كنتم تتصوروا أن الخطر راهو بعيد عليكم، الثمن ستدفعونه مع إيران، وهذا هو الثمن الذي ستقبضه إيران لمساهمتها لانخراطها في هذه المؤامرة اللي فيها جهاد في مصر. كاينة متهمة كل المصريين فيها جهاد في مصر. وهذا الكلام اللي راهم الآن يتكلموه المصريين ولن نسمح، هذا لتخدير الشعب المصري، هذا لتخدير الشعب المصري، لأنهم خايفين من ثورة الشعب المصري. الشعب المصري لا يريد الثورة ضدك يا سيسي. الشعب المصري يريد أنه يجاهد في فلسطين، يريد أنه يحارب اليهود ويحارب إيران ويحارب تركيا ويحارب الجميع. لا يريد أنه ينحي لك الكرسي تاعك يا سيسي، ولا كرسيك يا بن سلمان، ولا كرسيك يا بن زايد. العرب كشعوب يريدون أنهم يحاربوا هذا الكيان، أو أننا ندخل في سلام، أو أننا ندخل في سلام معه. ما نقعدوش بين وبين في خطر القضية هذه كل عام كل عام كل عام مشكل جديد. لا تريدون الحرب وفي نفس الوقت لا تريدون السلام. ماذا تريدون؟ أنتم تطبقون في أجندة النظام الدولي، في أجندة الغربية. الغرب هو الذي لا يريد إسرائيل أن تتحول إلى دولة. الغرب هو الذي يريد إسرائيل دوما في صراع، لأنه أسسها لأجل هذا الأمر، وأنتم تساهمون في هذا. إذا أنتم متواطئون في تأسيس لإسرائيل، في تأسيس في المشروع الصهيوني. وتواطأتم أجل في النصف الأول، في النصف الأول من القرن العشرين وحتى في النصف الثاني تواطأ كذلك نخبنا، سواء كانوا عن غباء أو عمالة، تواطؤوا في تدعيم إسرائيل بالمهاجرين اليهود العرب. أنتم اللي كنتوا طردتوا اليهود العرب كي تدعموا ديمغرافيا إسرائيل. أنتم جزء من المشروع الصهيوني، جزء من المشروع الصهيوني. هذه الحقيقة. بسبب ربما عملت بعضكم
غباء الأجيال السابقة، الأجيال الماضية، لكن الآن ما كفاش أنكم لا تملكون جيوش قوية، لا تصنعوا السلاح، ما عندكمش النووي، الآن رايحين للدولة النووية الثانية اللي هي إيران بعد إسرائيل، وأنتم لا تملكون النووي، ولم تطوروا دولكم، ولم تمنحوا للناس لا إسلام لا ديمقراطية، لا هم يحزنون فوق كل هذا. لازم نحنا الشعوب العربية لازم نسكتوا عليكم في الوقت اللي انتم راكم تبيعوا في الأرض وفي الشعوب العربية. أجل بعثوا الشعب السوري إلى تركيا، بعثوه، وبعثوا العراقيين إلى إيران، والآن تبيعوا في غزة وتبيعوا في سكان غزة، في شعب غزة، وإحنا ما لازمش نهضروا، وكان نهضروا إحنا خوارج، إحنا فتانين. الشعوب الأوروبية كلها تنتقد حكامها كلها. نسبة كبيرة من الشعوب الأوروبية ضد الموقف حكامها من الحرب في أوكرانيا، نسبة كبيرة. عمرنا سمعنا الشعوب الأوروبية رفضت سلاح ضد حكامها ولا دارت حرب آلية في داخل دولها. أنتم خايفين تحدث تمردات داخل دولكم، لماذا؟ لأنكم عارفين أنكم أنتم اللي نشرتوا التطرف، أنتم من شرطوا التطرف. أجل نشرتوا التطرف كي لا يستطيع الإنسان العربي أنه ينطق بكلمة، تنطق بكلمة، تكلم عن جهاد في سبيل الله يقول لك أنت إرهابي. أنتم من نشر التطرف، وأنتم من دعمتموه، وأنتم ما سمحتوا أنه يكون، ثم أنتم كذلك شاركتم في قمعه. كي نحن كإنسان عربي ما يتكلمش، لا، نحن نريد أننا نشارك في الجهاد في سبيل الله دفاعًا عن غزة، ولا دخل الموضوع علاقتنا بكم ولا كيف راكم تحكموا. أنتم لا أمل في أنكم تسلموا، لا أمل يا حكام العرب في أنكم تسلموا، لا أمل، لا أمل أنكم تسلموا. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني فاهمين أمور، يقول لك الحكام فاهمين وعندهم واحد الخطط وهناك تحولات دولية. لماذا رحتم صالحتوا إيران؟ لماذا صالحتوا إيران؟ اختار يا سيدي، راك ضعيف، اختار تحالف مع إيران أو تحالف مع إسرائيل، اختار. عندي 3 سنوات وأنا نتكلم على هذه الحرب، وقلت أن هناك ناتو عربي، مشروع ناتو عربي عبري مع إسرائيل، يعني تحالف عسكري مع إسرائيل، مع إسرائيل. قلت أنه موجود هذا التحالف، أننا رايحين إلى ناتو عربي عبري لمواجهة إيران ومواجهة الأخطار الخارجية كذا، وسيقوم به الخلايجة وستكون فيه الأردن وما إلى ذلك. يخرج وزير الخارجية الأردني بيقول لهم هذه مجرد إشاعة، يعني فرحان يا وزير الخارجية الأردني أنك لا تملك تحالف لا مع إيران ولا مع إسرائيل، ولا يوجد جيش عربي موحد، فرحان يعني عبقرية أن المنطقة عريت هذو الشعوب، يعني يعني أنت تشوف فيها عبقري، يعني رجلة أنت كي ما ديرش يعني تحالف مع إسرائيل. طيب حارب إسرائيل، حاربها. هناك 3 أعداء: تركيا، إيران، إسرائيل. إما أنكم تحاربوهم، إما أنكم تحالفوا مع واحد فيهم ضد الآخرين، إما أنكم تخلونا نحاربوهم. لكن ما كاش هذيك لا، اسكت وما تدخلش روحك وانتظر يأتي دورك لتُباع في السوق الدولية، في البورصات الدولية. والله هذا ما